البجاوز ده مرحبا اهلا وسهلا. شكرا نسيتكم هذا حد الياس مرحبا بيك اهلا وسهلا. هاجر مرحبا بالناس الكل. يلا موصلين معكم مشوارنا نحكيو على غرفة اليوم، الغرفة النقابية الجهوية الحلاقة بأريانا، والغرفة الوطنية اليوم للحلاقة التي تدعو إلى الفتح الفوري لمركز تكوين حي الزهور وتحذر من المنتوجات اللي خطيرة نوعا ما ويتم استعمالها اليوم داخل صالونات الحلاقة. فاسفاس ضيفنا في فاسفاس السيد عمر الورغي رئيس الغرفة النقابية الجهوية للحلاقة بأريانا، عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للحلاقة. مرحبا بك اهلا وسهلا. شنو احوالك سي عمر؟ مرحبا بكم ومرحبا بديوان اف ام. شكرا. مرحبا بالفريق العام اللي معاك اختي، ومرحبا بالمستمعين الكل اللي تواصلوا معنا. شكرا جزيلا. موضوع حديث الانترنت وحديث مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، خاصة بعد التحذيرات تاع وزارة الصحة والسحب للمنتوج البرازيلي لفرد الشعر، من وقتها بدا يتحكى في برشا مواضيع، وبدا يتحكى اليوم على منتوجات تنجم تكون مضرة بالحرفاء موجودة في صالونات الحلاقة. بدأ التحديث أيضا على مشكل اليوم الدخلاء في هذا القطاع. المنتوجات الساعة كيفاش يتم السماح باستعمالها في صالونات الحلاقة؟ هل أنه كل واحد يمشي يشري كما يحب ولا شنو صاير بالضبط يا عمر؟ والله أختي أنا باش نقول لك على معناها طلبناه معناها من مدة 2018 5 اكتوبر 2018، وقدمنا فيه المطالب الضروريه لفئه قطاع الحلاقه. هو من المطلب هذا عدد 21 مراجعه تصنيف المواد المستعمله لدى الحلاقين وادراجها ضمن المواد الاساسيه للمهنه. هكايا طلبناه المطلب هذا باش وقت الحلاق فهمت الله ما يضطرش يمشي للمواد الرخيصه والتتباع معناها على الطرق على قريعه الطريق فهمت الله، ويمشي يشري مواد مش معروفه ومجهوله الهويه ويستعملها. قلنا احنا للدوله معناها للسلطات المختصه باش تنقص لنا فهمت، على خاطر حاجه يستعمل فيها الحجام كل يوم، هو مواد يستعمل فيها كل يوم، نقص لنا خاطر تعرف انت التيزيا والمثقل على معناها الحاجات هذيا برشا كبيره ياسر، مش مواطن عادي باش يشري ماده ولا حاجه باش يستعملها. هذا انسان فهمت قاعد يخدم بها كل يوم وكل ساعه. نطلبوا معناها التخفيض معناها في المنتوجات معناها الرسميه والمعترف بها، تخفيض في الاداءات معناتها على المنتوجات هكا ولا؟ في الاداءات حتى ما يضطرش يمشي يشري حاجات ما ارخص، خاطر الحاجات ما ارخص هذيك هي المضره. والحمد لله احنا اصحاب الغرف معناها الجهويه والنقابه معناها نتاع الاتكاه الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره الحق ملتزمين الكلنا معناها نوصلوا في بعضنا ونعاونوا في بعضنا، ومعناها ما عندناش الحمد لله بفضل الله ما فيناش واحد يتجرأ باش يعمل مخالفه مثل هذه. ولكن ثم ناس فهمت الله اللي مش منضمين للقطاع الحلاقه للنقابه نتاع الحلاقه معناها والغرف فهمت المهنيه يتجاهلوا الامر هذايا نتيجه معناها ما عندهمش حتى معلومه، ما عندهمش حتى درايه، ما عندهمش ثقافه مهنيه. خاطر احنا اصحاب الغرف واصحاب النقابه قاعدين نثقفوا في بعضنا، قاعدين نوروا بعضنا وقاعدين نفهموا في بعضنا، معناها اللي يعرف يقول اللي ما يعرفش واللي ما يعرفش يتعلم، وقاعدين معناها نوصلوا نكونوا في بعضنا فهمت. هما دخلاء أم هما غير منضويين في الغرفة؟ يعني هما ناس متكونة في المجال وإلا هما أيضا حتى التكوين معناتها متاعهم ماهوش؟ ثم ناس متكونه وثم ناس فهمت الله حالين، ولكن ما يحبش يدخل للنشاط الجمعياتي للنشاط المجتمع المدني، يقول لك انا نخدم ونروح وكاهو، ما يحبش يدخل روحه حتى في نشاط. وثم ناس معناها داخله في الانشطه وتفهم، والانسان يدخل في النشاط وفي العمل الجمعياتي راهو ديما يلقى المعلومه وديما يلقى الحاجه ديما توصله وتنجحه فهمني. العمل الجمعياتي باهي ياسر راهو يثقف الانسان ويخليه يعرف كيفاش يتعامل ويعرف كل حاجه جديده يعرفها فهمتي. وثم زاد دخلاء في نفس الوقت، ثم دخلاء اللي مش من اصحاب الصنعه ويدخلوا هكاكا فهمت الله يظلوا يتعلقوا معناها على القطاع نتاعنا ويفسدوا له الصوره نتاعو قدام برشا ناس. المنتوجات الخطيره اللي تضر بصحه المواطن هي منتوجات شنو معناتها؟ اش صارت شي معناتها نقولوا احنا
معناها اليوم ابار الحكايه اللي فاقوا بها الاطباء نتاع المنتوج البرازيلي لفرد الشعر البرازيلي كاكاو، صارت شي معناتها سجلتوا شي معناتها اليوم حالات اخرى بنفس الخطوره ربما نتيجه استعمال مواد تكون مضره بصحه الحرفاء؟ والله ما سجلناش حاجات كبيره، ولكن ثم حاجه وصلوا حتى معناها الشامبوان العادي، هذاك الشامبوان اللي يستعملوا فيه يزيدوا فيه في الاملاح، معناها اللي يوصل يضر معناها القشره نتاع الراس نتاع البشر معناها. بهدف شنو يزيدوا الملاح؟ عم شو يولي اكثر كثافه معناتها؟ يعطيك الصحة، يكون أكثر معقد وأكثر قوة وأكثر تماسك، فهمتي الشامبو هذاك يزيدوه الملح، فهمتي حاشاك، فهمتي لا باش يبان لي هو قوي واللي هو كذا، وهو يضر بالقشرة. أكيد. هذا من أبسط الأشياء، يعني هذه أبسط الأشياء. احنا واحد كيمشي يعوم في البحر يقول لك رد بالك معناتها على شعرك من الماء نتاع البحر يخلي معناتها تغسلوا شعره. فوالا نحكيو على مركز تكوين حي الزهور مغلق منذ سنة تقريبا، مركز تحت إشراف الدولة، تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل. علاش اليوم أغلق هذا المركز؟ وشنية المشاكل اليوم ولا النتائج اليوم اللي وراء غلق هذا المركز؟ يعني أنتم اليوم علاش تطالبوا بإعادة الفتح نتاعو؟ المركز هذا تعاونوا فيه بين الغرفة الوطنية عام 62 والغرفه والاتحاد النسائي، فهمتوا لا باش يكونوا مركز لتكوين الحلاقه، فهمتوا يكونوا في حي الزهور. وشديتوا معناها السيده فهمتوا لا هند حداد، فهمتوا لا السيده هاله عاشور، والسيده يعني برشا اشخاص فهمتوا لا شدوه وتمسكوا به وخدموه وكذا، فهمتوا لا، ولكن ما رعانا الا في السنين الاخيره معناها وقف. علاش؟ خاطر ثم مدام قمر الغربي، وثم مدام هند بن حسونه، وثم مدام منى شيشيه، هذوما خلاو التقاعد هما ما عملتش الوزاره تكوين معناها ناس اللي باش يخلفوا من بعدهم ويكملوا يواصلوا المشوار، معناها خلاو هذوما التقاعد من يوم اللي تفتح المركز هذايا من عام 62 تكونوا هذوما قاعدوا يخدموا هذوما فكر المركز. نحن نحبوا نرجعوا المركز هذايا ونطلبوا من وزاره التشغيل والتكوين المهني باش تعمل لنا فورماسيونات للحجامه والناس اللي عندهم مستوى دراسي وكذا، ولا يقروا الحجامه في مركز حي الزهور وفي نفس الوقت في اريانا طويقه فهمتوا الله تعمل شهاده اثبات كفاءه مهنيه بدون مركز، رغم اللي عندها مركز هي ولكن بدون قاعه معناها من تعليم الحجامه. نورمالمون يلزم تعمل قاعه تعليم الحجامه، وراو عندنا اكفاء في تونس وراو مستعدين معناها باش الوزاره تنتدبهم وولوا يخدموا عندها. نطلبوا فهمتوا الله من الوزاره باش تكون ناس اساتذه في الحلاقه فهمتوا الله يقرروا الحلاقه عندها، خاطر علاش هي عاطيه الحكايه دي للخواص، الخواص قاعدين يعملوا في الفورماسيونات بتاع تكوين المكونين فهمني، ولكن مش معترفه بالشهاده نتاعهم. نطلبوا فهمتوا ان الوزاره تتكفل بالموضوع هذايا وتطلع لنا اساتذه في الحلاقه تقري الحلاقه في المراكز هذه العموميه، معناها مركز حي الزهور هذايا ما نحبوش نخسروه احنا، ناخذوا عليه ناس ورجال وبحث باش تكون خرج برشا اجيال مهمه خرجها في مهنه الحلاقه. نطلبوا باش ما يتسكرش ويرجع الدور نتاعو كما نطلبوا الريانه زاده باش تقوم بالدور نتاعها وولي مركز يقروا فيه الاحجام وفي نفس الوقت نعملوا فيه شهاده اثبات الكفاءه المهنيه. معناها مركز حي الزهور مركز شهاده اثبات اليوم الكفاءه المهنيه كيفاش قاعده تصير معناتها الناس اللي في الساحل مثلا ولا في المناطق الداخليه شنو قاعد يصير بالضبط؟ قاعد يصير كانوا يبعثوهم من المركز حي الزهور، مركز حي الزهور تسكر ولا يبعثوهم من ريانا، في ريانا ولينا فهمتي لا ندقوا على الحجام ونقولوا بربي تسمح لي نعملوا فهمتي لا تيست معناها امتحان اختبار في الكفاءه المهنيه للاشخاص هذوما، نطلبوا من الحجام ندقوا له حانوت ونقولوا له تسمح لنا باش نعملوا فيه، هذا مش ممكن. وزاره تدق على حانوت حجام باش تعمل فيها فورماسيون ولا تعمل فيها تكوين ولا تعمل فيها امتحان راهو مش ممكن. نورمالمون فهمتوا لا اللي تعمل في المركز اللي كبير، هو كبير تبارك الله نتاع ريانا، عندنا مراجع، عندنا مركز كبير وعندنا اقسام فاضيه، معناها حتى التجهيزات راهي ما تتكلفش، راهو تجهيزات اللي باش تعلم فيها الحلاقه راهي ما تكلفش. اللي باش يجي يتعلم الحلاقه ينجم يجيب ماتريال وفيدو، انت تكسر عليه كان اللوكاو والطاوله نتاعو كهو، معناها مش حاجه كلفه كبيره ياسر، معناها وعندنا اساتذه القرني. وانا نظن لكم ثم شكون اللي يتبرع، اذا كان تحبوا ناس تسخر انفسها بدون مقابل تسخر انفسها، المفيد انتم تشرفوا عليهم وتعطيهم الشهاده اللي تثبت الجداره والقدره المهنيه نتاعهم.
واضح جدا. هذا ندائكم اليوم كغرفة إلى الوزارة لإعادة فتح اليوم الفوري لمركز تكوين حي الزهور، انتداب وتكوين اليوم أستاذ جود في الحلاقة حتى يرجع لهذا المركز الإشعاع متاعه. شكرا لك سيد عمر الورغي، يفضلك رئيس الغرفة النقابية الجهوية الحلاقة بأريانا، عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية بتونس. شكرا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا، وصل معكم لقاءنا. أهلا